السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا ومشاهدينا، معكم سيد زكواني من قناة سكيورتي عمان. إذا كنت أول مرة تشاهد الحلقة أو أول مرة تدخل إلى هذه القناة فأتمنى منك الاشتراك وسيصلك كل جديد، وإن شاء الله هنالك فيديوهات قادمة وحصرية. إن شاء الله في هذه الحلقة راح أشرح لكم طريقة تثبيت الانستغرام بلس والواتساب بلس في الآيفون بدون جلبل. في حلقة سابقة شرحت عن السناب بلس، والحين راح أشرح عن الانستجرام والواتساب مع بعض. فقط كل ما عليك فعله هو تتبع هذه الخطوات. في بداية الأمر قم بتنزيل الانفكتور سيديا، هذه الأداة، والانستجرام والواتساب، وإذا تريد سناب نفس الشيء. في بداية الأمر لازم يكون عندك برنامج الايتونز، هذا تنزله من الموقع الرسمي من أبل. نزل برنامج الايتونز عشان الكمبيوتر يكون يتعرف على الايفون لما تشغل هذه الاداة. بعد ذلك تنزل هذه الاداة وتنزل الواتساب او انستجرام اللي تريده، تشغل هذه الاداة. بعد ما تشغل هذه الاداة، هي ظهرت هنا تحت، راح تجي تسحب الانستجرام لهذه الاداة، تسحبها هنا. طبعا تأكد ان الايفون موصل بالكمبيوتر. هنا راح تكتب الايميل الابل اي دي. طيب نكتب الايميل، لازم يكون صح. هنا الباسورد، وتقول له اوكي. الحين تنظر لين ما يثبت التطبيق وكذا. راح نشوف هنا هذا هو الايفون. الحين راح ننتظر لين ما يثبت الانستجرام بلس. هنا يقول فيه مشكلة. راح نقرب نسوي ايميل ثاني. راح نقرب هذا الايميل. ايوه، الحين عرفت ايش المشكلة. المشكلة انك لازم تروح تحذف الانستجرام الاصلي. تحذف الانستجرام الاصلي. بعد ما حذفت الانستجرام الاصلي عاد تسوي نفس الخطوات. تجيب هذا الانستجرام بلس وتثبته. هنا تكتب الباسورد، تقول له اوكي. الحين نشوف كيف يثبته او لا. الحين ننتظر. الحين امور طيبة، راح يثبت لنا البرنامج. نفس الطريقة راح تسوي للواتساب. انا ما راح اشرح الواتساب بلس، بس نفس هذه الطريقة للواتساب والسناب. وقبل في الحلقة السابقة شرحت عن سناب، في هذه الحلقة عن الانستجرام والواتساب نفس الطرق بالضبط. هنا تابع عندي. الحين راح يثبت عنا تطبيق. دقائق بس. طبعا الروابط راح تجدونها اسفل الفيديو. ننتظر لين ما يظهر لنا التطبيق. دقائق.
هذا مثل ما تلاحظوا عندنا هذا هو التطبيق ظهر عندنا هنا. بس قبل لا تفتح تروح السيتنج، بعدين تروح جنرال اللي هو عام، بعدين تروح بروفايلز وتروح هنا وتختار verify app يعني وثوق او تأكيد، وتنتظره لين ما يدلك البرنامج او يوثق فيه. انترنت شوية بطيئة معي. الحين خلاص كتب لك فيرفايد، امور طيبة. تروح الحين للانستغرام تشغله. هذا هو الانستغرام، انستغرام بلس. في ميزات كثيرة انك تنزل صور وتشوف وكذا، يعني اموره طيبة. راح تسجل دخول واستمتع بالانستغرام بلس. وهنا قد نصل الى نهاية حلقتنا. أتمنى دعمكم بالاشتراك ولايك ونشر الفيديو والكومنت، وأي حاجة تريدوا أشرحها أو أي شيء طبعا كتبوا في الكومنتس أو تابعونا على انستغرام أو سناب شات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.